إخواني أخواتي أحبتي، أهلا وسهلا بكم جميعا في قناة اترك أثرا وضع بصمتك الخاصة. الشخص الفعال المبادر العملي يحدد حياته ويرتبها ويعمل على ارتقاء بذاته من خلال الإيجابية الدائمة والتعلم الدائم وتطوير وصقل المهارات والحماس الدائم. نحن لا نفكر في الحاضر للأسف، فهو ليس غايتنا. غايتنا أبدا هو المستقبل وحده، وهكذا فنحن لا نعيش أبدا، وإنما نتمنى أن نعيش. إذا من فضلك عيش اللحظة في إطار ما تريده. والمستقبل يبدأ بخطوة واحدة، أن توقظ عملاقك النائم ثم تكتب ما تريده بالضبط بدقة متناهية من أحلام أهداف تريد إنجازها. فالأحلام العظيمة بدأت بخطوة واحدة، ابدأ الآن وتحسن لاحقا. فالتسويف والتأجيل والخوف هو سارق الأحلام، وليس أحد مسؤول عن تغييرك، أنت الوحيد مسؤول عن تغيير نفسك. والذي يضيع ساعة ويضيع يوم من وقته لا يعرف قيمة الوقت لا يعرف قيمة الحياة. فاستثمر في وقتك جيدا وفي نفسك وكن مؤثرا ولا تكن مثاليا، وساعد الآخرين وأسعد من حولك. قبلها أسعد نفسك وكن ذا أثر، ولا تقارن حياتك بالآخرين. فمجرد أن تقارن حياتك بالآخرين تحتقر نفسك. إياك أن تدخل في هذا الشك، وإنما كل خلق لما يسر له. ولا تقارن حياتك بالآخرين. لما؟ فالشمس لا تشبه القمر، فكل يضوء في حينه. فلا تقنطن من النجاح لعثرة. ما لم ينل اليوم ينل غد، والتعاثر جزء من الإنجاز وليس عائقا. وتلقي الأعذار واللوم على البيئة والمجتمع والآخرين والعالم بأسره هو لعب أو تمثيل دور الضحية. إذا تحمل مسؤوليتك كاملة، فأنت لست صغير، أنت كبير. إذا تحمل مسؤولية كاملة بين الماضي والحاضر والمستقبل، بين المعرفة والعمل والخيال. ولا يهم عدد الموارد التي تملكها إن كنت لا تستعملها ولا تستغلها. وكافئ نفسك حتى في لحظات العجز والضعف. فأنت لست مسؤول عن النتيجة، لكن مسؤول عن بذل جهد وفق ما تريده. وامنح نفسك التقدير الذاتي، وضع أمامك صورة المستقبل، فكل لحظة هي بداية جديدة. فالفشل ليس النهاية. ربما أنك لم تفعل الشيء الصحيح في المكان الصحيح، تعلم منه وحوله إلى نجاح. فالفشل والنجاح يمشيان معا لإكمال الرحلة. والفشل ليس عكس النجاح، إنما هو جزء منه. وإن لم تدفع ثمن للنجاح ستدفع ثمن الفشل. وحين تظن أن الطرق كلها مظلمة وواعرة سيصل إليك لطف الله من حيث لا تدري. إذا ثق في ذلك. فلا يكفي أن تكون لك فلا يكفي أن يكون لك العقل جيد، لكن المهم أن تستخدم هذا العقل جيدا. فلكي تصبح ناجحا تأكد أولا أنه لديك حلم أو مجموعة أحلام، مجموعة أهداف وخطة زمنية مدروسة. وإن لم يكن لك أهداف في حياتك فحتما أنت من أهداف الآخرين. فإذا تم العقل ناقص الكلام وكثرة العمل مع الصبر تعطيك دافع للحياة مع استمرارية. إذا الخروج من المنطقة الآمنة ودخول غمار الحياة بكل ما تريده من أهداف هو الذي يعطي لحياتك هدف نبيل وغاية. إذا الألم هو المفتاح الإبداع والعبقرية. أنت لا تتعلم حقا من السعادة، لكن تتعلم من الألم. إذا عليك أن تدرك أو عليك أن تدرك تماما أن عالمك وظروفك وعقلك وأفكارك وشخصيتك مختلفة تماما عن غيرك. لذا لا تقارن نفسك بأحد. وكل إنسان محتاج لنوعين من التقدير: تقدير داخلي وهو تقدير لنفسه، وتقدير خارجي وهو تقدير الآخرين له.
ومن المؤكد أنه لن يستفيد من الثاني إلا لم يتحقق الأول. إذا حفز نفسك بنفسك، وإلى الملتقى وشكرا جزيلا.